السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي ومتابعيني. احلى مشاهدين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اسعد حال دايما يا رب. تعال ان شاء الله النهارده هنعمل معاك وصفة جديدة. ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ يا ترى ده ايه؟ ده زبادي. شايفين الزبادي؟ حاجة كده جميلة من الاخر يعني. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الزبادي الجميلة دي اتعملت ازاي. تعالوا بقى نشوف الاول قوامها كده. ما شاء الله، كريمة وناعمة وصلبة في نفس الوقت، وطعمها بقى ما اقولكوش بقى في منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. بس يسأل اول مرة يشوف القناة ما يبخلش علينا بقى باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ولايكات يا حبايبي، احلى لايك من احلى اخوات. تعالوا نشوف بقى عملناها ازاي. سمي بسم الله. جبت لبن، كيلو لبن، معايا كيلو لبن. انت بقى تجيب الكمية اللي انت عايزاها، وغليته قبلها بليلة وسبته يبرد وحطيته في التلاجة عشان يجمع القشطة بقى. ناخد القشطة برضه نستغلها في حاجة تانية، وناخد اللبن نعمل منه الزبادي. يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، استغلنا القشطة واستغلنا اللبن. طلعنا كمية قشطة اهيت. طبعا احنا بنحتاج الزبادي كل يوم في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. هجمع القشطة كلها كده من اللبن عشان طلع القشطة ديت لازم تغليها قبلها بليلة ويبرد كده وتحطيه في التلاجة يجمع لك كمية القشطة بقى اللي في اللبن. هنعمل في اللبن ايه بعد كده بقى؟ هندفيه على النار. هدفيه بقى وارجع لكم. كده دفيت اللبن اهوت وفضيته في اللبانة عشان اعرف بقى اصبه تدفية عادية كده بس. يا دوبك تتحملي كده بس، ايه تحطي صباعك فيه. ومعايا علبة زبادي، علبة زبادي عادية بقى من اي نوع، اي نوع تحبيه. طبعا الكيلو اللبن ده رطلين لبن، لكل رطل معلقة زبادي. والعلبة ديت يا دوبك معلقتين اتنين. حطيتهم مامت في البولة وافضي عليهم شوية لبن كده دافيين، معلقتين تلاتة كده يا دوبك افك الزبادي. بسم الله. هفك الزبادي كده، خلي بالك لما تنعم خالص. نعمت خالص اهي اهي. هنزل بقى اللبن بالزبادي على اللبن بقى، على كمية اللبن كلها. اقلب بقى اللبن بالشكل ده، تقلبيه بقى بمضرب زي ده او بمضرب بيض او اي حاجة، بس دي عشان ما يعملش فوم ويعمل رغاوي. المضرب العادي ده. تفضل تقلبها حوالي 5 دقايق كده متواصل. وننزل بقى، ما عندك طواجن، عندك كوبايات، عندك بولات، اللي عندك الموجود عندك حط فيه. كده خلاص فضيت الكمية كده اهيت. طبعا مولعة دلوقتي، مولعة الفرن يسخن وطفيته، طفيت عليه ومولعة على مية. حط كده في صينية. حتى الكوباية دي اللي بقى، الكوباية ديت فيها مية عشان توزن الغطا. وهحط كمان كوباية، ننزل عليها بقى بمية سخنة حوالي نص الصينية كده.
بسم الله. حطيت كمان كوباية عشان توازي الغطا كده، لأن الكوباية اللي فيها الزبادي أعلى من الطاجن. كده غطيت بغطا عادي اهوت، غطا حلة أو أي غطا عندك، وأحط عليه بقى فوطة، حتة قماشة، أي حاجة بقى تكتم الحرارة فيه. حطه بقى في فرن، سخنته قبل كده وطفيته، ما يكونش والع الفرن، ما يكونش والع، سخنيه وطفيه. تخلص بقى وارجع لكم. طبعا احنا الوقت تاني يوم، يعني عملتها بالليل واحنا تاني يوم الصبح كده، هو من 4 ل6 ساعات، يعني ايه بالكتير خالص. تعالوا بقى نشوف الزبادي بتاعتنا. بسم الله. طبعا لسه الأول مرة افتحها معاكم بأمانة ربنا، ولا اتحطت في تلاجة ولا اتحطت في أي حاجة، لسه طالعة من المية اهي. تعالوا بقى نشوف الزبادي معانا. الكوبايتين اهو مثلا كنت حطيتهم عشان يوازوا الغطا. بسم الله. يعني انا عملتها ساعة السحور. احنا تاني يوم الوقت لما قمت من النوم. يعني انت لو عايزة تاكلها في نفس اليوم ممكن تعملها مثلا بعد الفطار، وساعة السحور تاكلي منها. ايه رأيكم بقى في الزبادي ديت؟ هو صحيح اللبن غالي بس الزبادي برضو غالي، يعني الكمية ديت برضو موفرة، أقل حاجة توفر لك 10 15 جنيه. غير كمان طبق القشطة اللي انت شفتوه، كانت نص البولة قشطة، غير البولة ديت تساوي 10 جنيه جنب العلبة الصغيرة كده، اللي ب4 جنيه أو ب4 ونص، وفي محلات كمان بتباع ب5. العلبة الصغيرة اللي هي معلقتين 2. وطبعا دي أجمل، وواثقة في اللبن بتاعك ومصفياه وعارفة جاي من ايه. تعالوا بقى نشوف بقى القوام بتاعها. ما شاء الله كريمي وجميلة جدا، يعني كأنها قشطة كده. ايه رأيكم بقى في الزبادي الجميلة ديت؟ حاجة جميلة ولذيذة واقتصادية وموفرة وطعمها بقى ما اقولكوش بقى في منتهى الجمال. ايه رأيكم في الزبادي بتاعتنا ديت بقى؟ عملناه بأبسط طريقة وبدون تكاليف. يعني قبل كده وحطيت لها لبن بودر، النهارده عملتها من غير لبن بودر خالص عشان تبقى اقتصادية وجميلة جدا، احسن بتاع المحلات كتير.